لو بتستخدم كلود كود انك تفتح تيرمينال تكتب برومبت تستنى الرد بعدين تفضل تعدل وراه، فانت كده بتستخدم اقل جزء فيه. في الفيديو ده هوريك اهم الفيتشرز اللي بتعمل فرق فعلا. يلا نبدأ. اول حاجه cloud.md، ده الفايل اللي لازم يكون موجود معاك في اي بروجكت بتشتغل بيه مع كلود كود. ده ببساطه الميموري بتاع البروجكت بتاعك، يعني بدل ما تقول كل مره لكلود استخدم نفس الاركتكشر، شغل تيست قبل ما تخلص، اتبع نيمينج كونفنشن معينه الى اخره، بتحط الكلام ده مره واحده في cloud.md. وكلود كل لما يبدا سيشن جديده بيقرا الفايل ده ويفهم الرولز بتاعه البروجكت من الاول. طبعا الفايل ده تقدر تعمله جنريت مع /init، بس يستحسن دايما انك تعدل فيه وتحط الحاجات اللي انت عايز كلود ياخد باله منها. واهم نقطه بتعدي على ناس كتير، لما كلود يغلط ما تصلحش الغلطه في السيشن بس، حولها رول جوه cloud.md، كده كل سيشن جديده هتبدا هتكون احسن من السيشن اللي قبلها. تاني حاجه هي البلان مود. لو عندك تاسك كبيره ما تخليش كلود يبدا كود على طول. لو قلت له مثلا اعمل ريفاكتور للاوثنتيكيشن فلو، ممكن يختار ابروتش مختلف ويعدل فايلز زياده او يعدل على بيهيفير ما كانش المفروض يعدله. بلان مود بيحل ده، بدل ما الاكسكيوشن يبدا على طول كلود الاول بيقرا الكود يفهم الفلو ويرجع لك بلان. في البلان بيقول لك هيعدل ايه، ليه هيعدله، هيستخدم انهي باترن، ايه الايدج كيسز اللي عندك الى اخره. بعدها بتوافق على البلان او تعدلها على حسب اللي انت شايفه. هنا في قاعده بسيطه انا دايما بتبعها، لو التاسك صغيره بمشي عادي بالنورمال مود، مش بعمل بلان مود. لو شايف ان التاسك شويه كبيره او هتلمس كريتيكال لوجيك دايما بروح على البلان مود الاول. ثالث حاجه هي الsettings.json فايل، وبالتحديد البرميشنز بلوك. كلود كود عنده فايل اسمه settings.json، لو استخدمته صح بيعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجه بيشيل البرميشن ريكويستس اللي مالهاش لازمه، وتاني حاجه بيحميك من الريسكي اكشنز. يعني بدل ما كلود يسالك كل مره على كوماندز عاديه زي .NET تيست get def او .NET build، تقدر تحطها في الالاو سيكشن، كده الورك فلو هيبقى اسرع ومش هتفضل تعمل ابروف على نفس الحاجات دي كل شويه. وفي نفس الوقت الكوماندز الكريتيكال تقدر تحطها جوه اسك سيكشن زي جيت بوش مثلا، مايجريشنز الى اخره، يعني كلود ما ينفذهاش غير لما يسالك. وفي حاجات لازم تتحط في الديناي من الاول، زي مثلا ان كلود يفتح السيكرتس بتاع البروجكت او يعدل على برودكشن كونفيجريشن. الفكره انك ما تفتحلوش الدنيا خالص وفي نفس الوقت ما تخلوش يسالك على كل حاجه، ده هيسرع الورك فلو بطريقه كبيره وفي نفس الوقت هيخليك مطمن وانت شغال معاه. رابع حاجه هي السكيلز. لو عندك ورك فلو بتكرره ما تكتبوش برومبت كل مره، اعملوا سكيل، مثلا ريفيو بر ريكوست بطريقه معينه، او مثلا ريفيو على سكيورتي تشينجز الى اخره. بكده انت بتضمن ان التاسك تتنفذ بنفس الستبس كل مره وبتريح نفسك من انك تكتب برومبتس طويله. طيب السؤال اللي دايما بيلخبط معظمنا، امتى اعمل سكيل وامتى ما اعملش؟ انا بعمل سكيل دايما طالما عندي سيت اوف ستبس عايزهم يتكرروا، منين محتاج اعمل تاسك معينه. خامس حاجه هي الهوكس. cloud.md عباره عن انستراكشنز كلود بيقراها مع كل سيشن. الهوكس مختلفه شويه، الهوكس عباره عن كوماندز تشتغل قبل او بعد ما كلود ما يستخدم تول معينه. كنا عملنا فيديو كامل عن الموضوع ده وشرحناه بالتفصيل. السؤال المهم اللي عايزين نجاوب عليه، امتى نعمل هوك؟ لو عندك رول مهمه مش عايز كلود ينساها خليها هوك، زي مثلا انك بعد اي اديت يشغل الفورماتر. سادس حاجه هي الام سي بيز. الام سي بي بيخلي كلود كود يقدر يتكلم مع اكسترنال تولز زي مثلا جيرا او جيت هاب، وتقريبا كلنا بنستخدمه الاستخدام ده. بس الحاجه القويه اللي ناس كتيره مش بتستخدمها هو انك تعمل الام سي بي بتاعك انت. مثلا عندك داتابيس تقدر تعمل لها ام سي بي بحيث ان كلود يقدر يكلم الداتابيس عن طريق الام سي بي ده. طبعا الموضوع بيبقى محتاج جارد ريلز معينه، بس اللي عايز اقوله انك ما تعملش ليميت لنفسك على الام سي بيز اللي موجوده مع الاكسترنال تولز، واستخدم الام سي بيز مع الانترنال تولز، هتستفاد كتير جدا من وراء الموضوع ده. ولو عايز تفهم اكتر عن الموضوع هتلاقيني برضو عملت فيديو عن الام سي بي وازاي تبدا معاه. الخلاصه، ابدا دايما بcloud.md عشان يفهم البروجكت، استخدم بلان مود قبل التعديلات الكبيره، ظبط الsettings.json فايل عشان تقلل البرميشن ريكويستس وتحمي نفسك من الحاجات الريسكي، حول الحاجات اللي بتتكرر معاك لسكيلز، حول الرولز المهمه لهوكس، ابدا استخدم ام سي بيز واعمل يور اون ام سي بيز. لما تستخدم الحاجات دي كلها مع بعض كلود كود بيتحول من مجرد شات بوت بتديله برومبت ويعدل لك في الكود لسيستم كامل تقدر تعتمد عليه في اي شغل حقيقي. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وسلام.